انهم سعوديات نفتخر فيهم، لكن الدليل اللي ما تفتخر باصلها ما نفتخر فيها يا رهف. انت عارفه مين اقصد؟ انتم اذلاء للاسف للخليج. اتركوا الاذلال للخليج، كونوا عندكم كرامه، كونوا عندكم مبدا، تعلموا من الجزائريات ومن السعوديات الافتخار بالاصل، الافتخار بالاصل باصلها كانها سعوديه جزائريه، لكن لا تتذللي تذللا من اجل المال. يعني لا ترخصي نفسك بهذه الطريقه. ما نرخص نفسنا. مليان في البثوث. انت الحين ما تكلمتي حتى بلهجتك، انت قاعد تتكلمين بلهجه خليجيه. من على اسم رهف، ما في مغربيه اسمها رهف، ما يسمون جليله، فاطمه، اسامي هذه اساميكم على نفس اللغه. لكن انت الان شوفي من ضمن الاذلال انت على راس ابوكم مسميه نفسك رهف. غصب عن اللي جابكم. لا تسي، احنا ما اسانا. لو سمحتي لا تقذفي قبائل المملكه العربيه السعوديه، لا تقذفي لو سمحتي. اذا انت ما تمثلي نفسك مسيئه، إنسانة مسيئة وإنسانة وضيعة. دقيقة ما نسبة أنك تستطيع المملكة العربية السعودية وقبائلها وتروحين تفتحين بث تحطين اسم قبائل وتفتخرين فيه وتضحكين على الناس. ولاد بوزبير يطلعوا عندي، أنا مانيش حاب اللي تطلع تسب نهبطها. ولاد بوزبير ما عندكم لا تربية لا أخلاق لا أدب الكلام، لا علاش راكم عايشين أنتم؟ سبحان الله. من كذا ومن نتناقش معاهم يا أمين ما يحورون الموضوع اللي يقذفون في القبائل، يقذفون، ما يتكلمون معنا في الموضوع النقاش اللي احنا تكلمنا فيه. لا داخله باسم رهف، يعني داخلت لك وتتكلم عليك وتعلمك الشرف. موضوعنا يا صافا ما ادري شو اسمك، موضوعنا انتحال المغربيات للهجه الخليجيه والتنكر خلف النقاب وفي البثوث سواء التواصل الاجتماعي او حتى على ارض الواقع. لا من جد، يعني اترك الجزائريات ما شفنا منهم الا كل خير وشرف، ولا عمرنا شفناهم تنكر، وحنا نتكلم هذا باسمي وباسم الشعب السعودي والخليجي ايضا. لكن الشخص اللي تمت التأذية منه والضرر منه انتم، وهذا خير دليل لانك انت تعلمين يا صفا، ودامك انت في المنطقه ذيك تعلمين اين يوجدون واين يتواجدون، وانت تعلمين اكثر مني. لكن لا تخبي الحقائق، تكلمي قولي صحيح موجود، اقل شيء اعترف يقول صحيح انا ما ابغاك، بس قولي صحيح موجود. حقيقه كلامك يا جبل طويق حقيقه موجوده سواء في التواصل الاجتماعي او خلف التواصل الاجتماعي. بدأوا يتكاثروا، يحبوا يعني التقرب من الخليجي بشكل مهين، تتعلم اللهجه الخليجيه بشكل يعني من اجل المال، يعني يبحثون عن المال بهذه الطريقه المشينه. ترى المال لا يجلب الكرامة، المال لا يجلب القيم يا صفا. حقيقة الكرامة ترى أهم من كل شيء، بغض النظر أنا ليش يعني كرامتي أذلها أسفل السافلين من أجل والله أني انتحلت صفا واحدة سعودية خليجية عايشة بكرامة وعايشة أروح أبحث عنها. يهمنا إنها والله كرامات المغربية، يهمنا إنها ما تنذل عشان من أجل مال، يهمنا إنها ما تتنكر من أصلها. بالعكس دائما إذا شفنا مغربية نقول افتخري بأصلك، دائما نقول اترك الأعلام الخليجية، اترك الاسم الخليجي، اترك اسم القبائل الخليجية، افتخري بأصلك، افتخري بقبيلتك كمغربية. هذا هدفنا ترى. ايوه دائما اقول افتخروا باصلكم، والله احنا ما احنا ضدكم، بالعكس احنا موضوعنا دائما نشوفه بشكل كثير في البثوث، اهانات يهينون نفسهم من اجل المال واذلال. وانا خليجيه، انا عتيبيه، انا شمريه، انا زهرانيه، وعايشه الدور، عايشه الفيلم ومصدقه حالها. والله في واحد مسكينه تراها من جد، هالنوعيه مسكينه ضعيفه جدا، مسكينه تعبانه مريضه نفسيا. عشان كذا احنا من هذا الباب من هذا المنطلق نقول لكم يا مغربيات لا تجذبون نفسكم الى الاموال. ترى المال ما يجيب كرامه، المال لا يجيب كرامه. كم مره تكلمنا لا لازمك تخليهمش يهضروا. ما عندها رد. طيب ما عندها رد يا بياضة خلاص عندك شيء انت قولي تكلم تفضل.